مختل عقليا بيخطف البنات ويرميهم لسمك القرش. دينجرس انيمال. لو بتخاف خليك بعيد، لان فيلمنا النهارده مكسر الدنيا، هيحبس الانفاس من اول فيلم لاخر الفيلم. فيلم دينجرس انيمال بيبدا فيلمنا وبنشوف اتنين سياح رايحين يعملوا تجربه تاكر انهم ينزلوا في قفص ويعيشوا مغامره مع القرش تحت الميه. وتاكر بيسالهم هو في حد عارف انكم جايين لي؟ قالوا له لا. قال في عقل باله يا له من صيد سهل، يلا معايا الليله هتبقى حلوه. وخدهم على البحر وجهزوا نفسهم للمغامرة وما يعرفوش اللي مستنيهم. يا حسرتك يا نوال على اللي هتشوفيها. البنت كانت خايفة جدا ولكنه خلاهم يضحكوا ونزلوا في القفص وشافوا القروش، والبنت تقريبا كده عملتها على نفسها ولكنها اتبسطت في النهاية وطالعة تقول له يا حلاوة، ده كانت شيء ممتع جدا. وتكر قام ضرب الواد بالسكينة وأما موته حتفه في البحر لأنه هو ما بيحبش الرجالة وعاوز البنات عشان يشوف الخوف في عينيهم. وقال لها مرحبا بك على القارب. والبنت دي اسمها زفر ودي بطلة حكايتنا. كانت ماسكة كوباية عصير قد الكولمن اللي عندنا في البيت بالظبط، واتاريها كانت سارقة فيها كوباية جيلاتي ما حسبتش عليها في المحل. والواد ده عربيته عطلانة وعاوز سلك توصيل للبطارية. قالت له مش معايا. قال لها خلاص هدخل اخلي صاحب المحل يبص في الكاميرات ويشوف اللي انت عملتيه. المهم خدته توصله معاها لحد عربيته، وراحت هناك عند عربيته بالفعل وشافت فيها لوح تزلج على المية، وهي كانت بتحب الكلام ده جدا. وسألته ازاي بتستعمله، فقال لها هتعمل ايه وهي في البحر على اللوح ده. المهم اتعرفوا على بعض واتكلموا مع بعض شويه حلوين. وبالليل وهي على الطريق كانت محتاجه حاجه للوح ده، وحظها الاسود وقعها عند تاكر. عرف انها لوحدها وصيد سهل، وهي بتكلم صاحبها على الواتس وصل تاكر تاني وخدرها وخدها معاه على القارب. الواد راح الصبح جنب العربية وبيتصل بيها، لقى ان تليفونها مرمي جوه العربية. وصاحبتنا زفر لقت نفسها هنا مع البنت اللي كانت في اول الفيلم مربوطين في السراير جوه المركب في وسط البحر. وبتسألها زفر هل في حد هيدور عليكي، والتانية بتقول لها كان فيه بس قتلوا. والواد راح يبلغ في الاسم، حتى الضابط بيسأله عن اسمها فقال له اسمها زفر. طيب اسم العيلة بتاعتها ايه؟ قال له والله ما اعرف. وزفر في محاولاتها خدت منها حديدة من هدومها وبتحاول تفتح القفل، ولكن تاكر بيوصل في الوقت ده وعشان يمشوه بسرعة بيشربوا المية اللي هو جايبها. وبعد ما مشي بتحاول وكانت قربت خلاص يا جماعة تفك القفل، ولكن المية كان فيها مخدر. ورجع تاني تاكر وعرف انها كانت بتحاول تفك القفل ده. قام جاي بقى لليلة الزرقاء بتاعتهم، ربط زفر على كرسي وربط التانية في حبل عشان يضحي بيها لسمك القرش عشان يتعشى. خد خصلة من شعر البنت دي وجهزها وجهز الكاميرات عشان يصور اللي هيحصل. رفعها لفوق وبيقول لهم انا لازم ارمي واحدة منكم كل يوم للقروش عشان باقي السواح تعيش. مجنون ابن مجانين يعني. وراح منزلها في المية. ياه، نص البنت في المية وبيصورها والقروش عمالة تاكل فيها لحد ما ماتت. وبيقول لها ياه ده كان أعظم عرض في التاريخ. ونزل زفر تاني وقعد هو يحتفل وياكل وهو بيتفرج على الغلبانة والقرش بياكلها. بيلزق شعر البنت اللي كان واخده منها في سنارة ويحطه مع شريط الفيديو بتاعها جوه المكتبة. وتريع عنده مكتبة رعب كاملة ابن المجانين، ده موت له يجي 100 بنت على كده المجنون ابن المجانين. وزفر هنا خدت ايد الجردل ده وكسرتها عشان تعملها زي مطوة كده، وعملت نفسها نايمة، وهو كان جاي يديها حقنة مخدر ولكنها ضربته وراح واقع على الارض واتخبط في السرير. يا مسهل يا رب، ده شكله هيموت ولا ايه؟ يخرب بيت امك، ده لسه صاحي. اجري يا زفر. جري وراها برضه وراح مديها الحقنه. طلعت فوق تنادي على استغاثه ولكنه لحقها فوق المركب وراحت حادفه الكاميرا بتاعته في الميه. يا حسرة امك يا تكر. ايوه كده مش هيقدر يرميها للقروش غير لما يشتري كاميرا تاني عشان يصور، لان هو مجنون بيحب الكلام ده. وقعت في الميه ولكنه جابها تاني ابن الجزمه ده. الراجل ده خد مني شتيمه كتير قوي. الواد لسه بيدور عليها وجاب برنامج مراقبه الامواج وقعد يبص لحد ما شاف عربيتها وبعدها عربيه تكر على طول في نفس الوقت. والمجنون ده بيقول للتكر لا مش انت كنت قايل ان انت اجازه؟ قال له بس انا نازل اجيب حاجه. قال له ده في ناس سألت عليك كانوا عاوزين ينزلوا البحر واكيد هيدينا اكرامية كبيرة.
قام سايبه وماشي زي الكلب وراح عشان يشتري كاميرا يا جماعه. الواد عرف ان العربيه بتاعت تكر وراح على هناك وطلع المركب وحس بحاجه غريبه جدا وقعد يدور. تكر عطلان في الطريق، يا رب ما ترجع يا رب ما ترجع ولا تطولها تاني غير لما الواد يوصل البيت وينقذها. نزل الواد لحد ما وصل لزفر وقالت له بسرعة مش وقت كلام، شوف حاجة أفك بيها القفل وبلغ الشرطة الأول بسرعة. وهو طالع بيتصل بالشرطة ولكن تكر بيوصل وبيضربوا في بعض، والنجدة على التليفون بتقول له من فضلك قول لنا مشكلتك، ولكن تكر بيقفل الموبايل وبيرميه. وكان الواد خلاص قرب يموت تكر، ولكن الغبي ابن الغبي ده جه وضرب الواد، قال يعني بينقذ تكر يعني. وتكر بس تكر راح مكافئه بصراحة أحلى مكافأة يستاهلها بجد. والاتنين بقوا في الحجز مع بعض وراح واخدهم في منطقة قروش، وجهز الواد موزس عشان يرميه للقروش الأول. قالت له وقف وخدنا انا مكانه، ولكنه قال لها دي رومانسيه ولكن انا بحب الرعب. ولما نزل الواد موزيس في الميه البنت دي قالت له اوعى تتحرك، وفعلا لما سكت عن الحركه القروش مشيت. راح مطلعه تاني وراح ضربه بالسكين عشان الدم يجيب القروش تاني، وكان خلاص هينزله في الميه، ولكن تكر بيشوف طياره فخاف، وكان ده من حظهم يا جماعه. وقف تكر العمليه وراح مرجعهم تاني تحت. والواد موزيس خلاص قرب يموت من الدم اللي نزل منه، وهي مش عارفه تفك ايدها فراحت كسر صباعها، محاوله منها ان هي تطلع ايدها من القفل. ولكن تكر وصل وجاب لهم الاكل برضه، وهو طالع بيقول لها اكيد عرض الليله هيبقى دمار. يا بنت الجبانة ايه ده عورت نفسها عشان تعرف تطلع ايدها من القفل، يعني ضحت بصباحها والله انت جدع. ولما نزل تاكر قامت قافلة عليه وطلعت تشغل المركب، ولكنه فك باب تاني وقفل الكهرباء وطلع لها، جريت منه على فوق وشعرها على الحظ شبك في الحديدة دي، مسكها راح منزلها جوه المطبخ وضربته برضه وجريت منه. شغل كشافات لحد ما لقاها نزلت في المية وبتتحرك للشط المنور اللي هناك، جري وراها بمركب صغير ولحقها على الشط. يا حزنك يا زفر، شكلك مش شكلك مكتوب لك المركب ده. وراح مرجعها تاني، والله البت دي تعبت وتعبتنا معاها انا تعبت. اما علقها هي قدام موسيس بيجهزها للقروش، ووصل قرش كبير وقال تكر هو ده، وراح منزلها. ولكن القرش الكبير كان اتحرك وجات قروش تانية صغيرة، راح تكر يضرب قرش منهم بالخطاف، قامت زفر واخدة العصاية بالخطاف ديت منه، وجه قرش تاني عليها حاولت تضربه ولكنه هرب من غير ما يعمل لها. وتكر كل همه القرش الكبير عشان التصوير والفيديو يعني، وحاولت زفر تطلع لفوق بالخطاف ده. ولما وصل القرش الكبير راح تاكر عمل حركة خلت زفر اتخضت وقعت في المية. يا لهوي على اللي هيحصل لك يا زفر، تعالوا نشوف. نزلت تحت يا جماعة والقرش جاي عليها، شافته قامت البت طلعت نصحة وراحت ساكتة خالص، ما عملتش اي نفس ولا اي حركة. والقرش بصراحة يا جماعة استجدع معاها وسابها ومشي. طلعت المركب من ورا واتسحبت لحد ما لقت البندقية دي، وراحت شتمها الاول بالاب والام والجد وكل حاجة، وراحت ضربها بالسهم فوقع في المية. والقرش الكبير عمل الصح وجدع معانا يا جماعة، واما فتخوا نصين قدام الكاميرات. جدع يا بت يا زفر، يا لهوك يا بت يا زفر، الشلك شبك في رجليها ووقعت تاني في المية. ينفع كده بعد ده كله تموت البنت برضه يا دي المخرج؟ تصدق صعبت عليك يا زفر، رجعت تاني. والله انت جدع برضه يا سعادة المخرج. وحظها في مركب تانية في البحر راحت مولعة شمعة النجدة، والمركب جايه لهم في الطريق، وموز الصحي بعد ما كان خلاص قرب يموت. ويلا بقى نعمل اشتراك ولايك، وليلتكم فل وسلام.